فايتك انت مسلسل جامد قوي وانت مش واخد بالك. غريب في المرآة من الأعمال اللي ممكن تعدي قدامك في المنصات وما تاخدش بالك منها، بس لو شفت أول حلقة بقى هتحس إنك دخلت عالم غريب فعلا، عالم مش سايب حد في حاله. أهلا بيكم في مسلسل غريب في المرآة. أنا عارف إن إحنا بقينا في وسط سيل من المسلسلات الجديدة، كل يوم مسلسل طالع بيحاول يبهرنا، بس قليل جدا لما تلاقي عمل بيحاول يقدم لك حكاية مش مجرد مسلسل. غريب في المرآة عمل كده بالظبط، خد فكرة تبدو بسيطة جدا، بنت بتواجه ماضيها المظلم واشتغل عليها بشكل نفسي غريب يخليك طول الوقت مش فاهم أصلا هي إيه الحقيقة وإيه الوهم. المسلسل بيتكلم عن عذراء، بنت شكلها عادي جدا، بس ورا الهدوء ده في حاجات مش طبيعية خالص. البنت مش بتعرف تشوف انعكاسها في المراية، لا ده كأن المراية بتكلمها وبتفكرها بحاجات هي بتحاول تنساها، وبتورينا شخص تاني تماما جواها. كل ده بيتقال بأسلوب درامي عميق جدا، أسلوب يخليك قاعد تقول هو أنا اللي مجنون ولا هي فعلا شايفة اللي أنا شايفه. الإخراج هنا عامل شغل جامد جدا، في لقطات هتحس فيها إن الكاميرا نفسها هي المراية، بتراقبك أنت مش بتراقب البطلة. الإضاءة غامقة جدا لكنها مش سودة، إضاءة كده فيها لمعة محسوبة تخليك مضغوط نفسيا وانت بتتفرج. وفي مشاهد بقى استخدم فيها زاوية الكاميرا المايلة، الدويتش انجل، وده بيزود التوتر من غير ما تحس، وده انا بعتبره ذكاء شديد من المخرج، لانه واضح انه فاهم اللعبة كويس قوي وعايز يحطك في دماغ البطلة مش على الكنبة. أما بقى الكتابة فهي اللي شايلة الشغل كله، الحوار محسوب على الشعرة، مفيش جمل استعراضية وكل كلمة وليها معنى. بس النقد الوحيد اللي عندي إن بعض الحوارات كانت محتاجة تاخد نفس، يعني كان ممكن نطولها شوية علشان نعيش الحالة أكتر، لكن في العموم الكتابة عاملة شغل وعاملة توازن حلو جدا ما بين الغموض وما بين الدراما النفسية. الكتابة مش بتلعب على الرعب ولا على الميلودراما، وده كان صعب جدا. نخش بقى على عذراء، هنا الأداء هو اللي شايل المسلسل فعلا. هي عاملة الدور بطريقة فيها برود غريب جدا، بس لما تفكر هتلاقي إن ده مقصود، لأن شخصيتها كلها قائمة على الكبت والكتمان. نظراتها لوحدها بتحكي، خصوصا في المشاهد اللي بتقف فيها قدام المراية، تحس إن هي بتتقطع من جواها، بس جسمها ثابت كأنه حجر. أما بقى باقي الكاست فمتوزعين كويس جدا، مفيش حد بيحاول ياخد اللقطة من اللي جنبه، حتى الشخصيات الثانوية حاضرة ومؤثرة. الإيقاع بطيء بس البطء هنا له معنى، هو مش مسلسل للتسلية، مش هتشغله وانت بتتعشى، لا ده محتاجك تكون قاعد ومركز مش فاتح واتساب كده كل دقيقتين. في لحظات هتخليك تحس انك جوه حلم غريب، كل حاجة مألوفة ومش مألوفة في نفس الوقت. أنا عن نفسي حبيت التجربة جدا، لأن المسلسل مش بيحاول يرضي الكل، هو بيخاطب الناس اللي بتحب الدراما النفسية الغامضة. لو انت بقى من الناس دي فده أكيد مسلسل هيمتعك، لكن لو بتدور على مسلسل سريع وفي أكشن وفي دراما صريحة أعتقد هتحس بالملل شوية. وفي النهاية أنا شايف إنه غريب في المرآة يستحق 8 من 10، تحديدا على الجرأة في الفكرة والتصوير اللي مريحش المشاهد والإخراج اللي بيخليك حاسس إنك طول الوقت مراقب، لكنه محتاج شوية شد في بعض الحلقات اللي جاية، وده علشان الإيقاع بس ما يقعش ويفضل متماسك. فلو لسه ما شفتش غريب في المرآة جربه النهاردة وشوف بنفسك المراية هتوري لك إيه، وقول لي في الكومنتات بقى هل انت شايفها مجنونة ولا شايفها أعقل مننا كلنا؟ وسيب بقى لايك علشان الحلقة توصل أسرع، واستناني دايما في حكاوي سقراط، واوعى تنسى الحكايات كتير لكن سقراط هو اللي عنده الحكاية الصح.